يستيقظ معظم الناس ويبدأون بالركض فورا، يركضون نحو هواتفهم، يركضون نحو مسؤولياتهم، يركضون نحو يوم لم يستعدوا له وحياة لا يعيشونها بكاملها. ولكن ماذا لو توقفت عن الركض؟ ماذا لو لم تكن الساعة الأولى من يومك للحاق بالآخرين، بل لأخذ زمام المبادرة؟ لأن الطريقة التي تبدأ بها صباحك تشكل إيقاع حياتك بأكملها. هذا هو أساسك، وعندما يكون الأساس قويا يصبح كل ما يبنى فوقه أقوى أيضا. إليك إذن 7 عادات صباحية قوية، ليس فقط من أجل الإنتاجية بل من أجل الهدف والسلام والنمو الشخصي العميق. لنبدأ. 1. استيقظ مبكرا وصل الفجر. أقوى طريقة لتبدأ بها يومك هي أن تبدأه مع من وهبك هذا اليوم، قبل الضجيج، قبل الزحام. استيقظ قبل الفجر عندما لا يزال العالم هادئا والسماء ما تزال مظلمة وكل شيء يشعر بالسكينة. انهض، ليس لتصفح هاتفك بل للتواصل مع خالقك. قف، تنفس، واركع في صلاة الفجر. هذه ليست مجرد عادة، إنها هبة، وقت مقدس تشعر فيه الروح بأنها أقرب ما تكون إلى خالقها. أنت تبدأ يومك ليس بمطاردة الدنيا بل بالعودة إلى هدف وجودك. عندما تصلي الفجر فأنت لا تضع علامة في قائمة مهامك فحسب، بل تزرع بذرة سلام وانضباط وتوازن روحي. أنت تشحن روحك قبل أن يستيقظ العالم. هذه هي القوة، هذا هو النور، هذه هي القيادة. 2. انهض من سريرك فور أن يرن المنبه. الضغط على زر الغفوة يبدو أمرا بريئا، فقط 5 دقائق إضافية، أليس كذلك؟ لكن في كل مرة تؤجل فيها استيقاظك فإنك ترسل رسالة إلى عقلك: أنا لا أحترم كلمتي، أنا أقول أشياء ولكن لا ألتزم بها. المعركة الأولى في اليوم تدور في سريرك، انتصر فيها وسيصبح الباقي أسهل. لا تتردد، لا تفاوض، استيقظ، اجلس، قف. في كل مرة تنهض فيها في الوقت الذي حددته تثبت لنفسك شيئا: أنك شخص يعتمد عليه، وأن أهدافك مهمة، وأنك أصبحت شخصا يلتزم حتى عندما يكون الأمر صعبا. الانضباط ليس عقابا بل هو احترام للذات. 3. ابدأ صباحك في هدوء وسكينة، لا في إثارة وضجيج. معظم الناس يتفقدون هواتفهم في الدقائق ال5 الأولى من الاستيقاظ. رسائل، إشعارات، أخبار، دراما. لكن روحك ليست مصممة للفوضى في أول الصباح. قلبك يحتاج إلى السكينة، وعقلك يحتاج إلى مساحة ليتنفس. قبل أن تسمح للعالم بالدخول، استمع إلى نفسك، اجلس في صمت، أغمض عينيك، اشعر بأنفاسك، استمع إلى الهدوء. في تلك المساحة يوجد الوضوح. تتذكر أنك لست آلة ولست قائمة مهام، أنت روح حية وتنمو. اجعل السلام هو أول صوت تسمعه، لأنه عندما يبدأ عقلك بهدوء يتبع ذلك يومك بوضوح وصفاء. 4. رتب سريرك وكأنه أمر مهم. نعم، رتب سريرك، ليس لأنها عادة رائجة، وليس لأن أحدهم طلب منك ذلك، بل لأنها إشارة بسيطة وقوية: أنا أعتز بالطريقة التي أعيش بها، أنا أهتم بالتفاصيل، أنا أنهي ما أبدأه. حتى لو انهار بقية يومك فقد أنجزت شيئا، وهذا ليس بالأمر الهين، هذا يمنحك قوة دفع، وقوة الدفع لها مفعول السحر. ترتيب سريرك هو رسالة إلى نفسك في المستقبل: لقد كنت موجودا من أجلك اليوم، حتى في الأشياء الصغيرة. وهذه حقيقة، الطريقة التي تؤدي بها شيئا واحدا هي غالبا الطريقة التي تؤدي بها كل شيء. 5. حرك جسدك ولو ل5 دقائق فقط. جسدك هو بيتك، لا تتركه مغلقا ومتصلبا طوال اليوم. لست بحاجة إلى تمرين كامل أو معدات فاخرة، فقط تحرك، تمدد، امشي، تنفس بعمق، اشعر بعضلاتك وهي تستيقظ، تخلص من خمول الليل، أعد الاتصال بجسدك. الأمر لا يتعلق بفقدان الوزن ولا بالمظهر، بل بالطاقة، بالحضور، وبتذكير نفسك: أنا على قيد الحياة وأنا مهم. عندما تتحرك في الصباح الباكر تكون أكثر يقظة، أكثر تركيزا، أكثر ثباتا. الجسم المتحرك يقود إلى عقل نشيط. لا تستهن بما يمكن ل5 دقائق من الحركة الهادفة أن تفعله. 6. اشرب الماء قبل أي شيء آخر. لقد كنت نائما لمدة 6 أو 7 أو ربما 8 ساعات. جسدك يعاني من الجفاف وعقلك جاف. وماذا يعطيه معظم الناس؟ قهوة، سكر، منبهات. لكن جسدك يتوسل بهدوء طالبا الماء. كوب واحد فقط في الصباح يمكنه تحسين التركيز وتنشيط جهازك وتعزيز الهضم وحتى تحسين مزاجك. الماء هو الحياة، حرفيا. لذا
ابدأ يومك بفعل بسيط من الحب. تفضل يا جسدي، أنا أهتم بك. إنه فعل صغير وسهل، لكنه يخبر نظامك بالكامل. نحن نبدأ اليوم بالشكل الصحيح. 7. اكتب 3 نوايا، وليس مجرد قائمة مهام. قائمة المهام تتعلق بالأعمال، أما النوايا فتتعلق بالهوية. بدلا من أن تسأل ماذا يجب أن أفعل اليوم، اسأل من أريد أن أكون اليوم. هذا التحول يغير كل شيء. اكتب 3 نوايا واضحة وصادقة. على سبيل المثال: سأستجيب بصبر عندما أختبر. سأمنح حضوري الكامل لمن هو أمامي. سأتخذ خطوة واحدة نحو هدفي الأكبر حتى لو كانت صغيرة. هذه ليست واجبات، إنها تذكير بمهمتك ورسالتك. لأنك عندما تعيش بنية فإنك تتخذ قرارات تتماشى مع الشخص الذي تسعى لتكونه. أنت لا تقوم بردود أفعال فقط، بل أنت تقود. وأخيرا، غذي عقلك بشيء ملهم. ما تستهلكه تصبح عليه، خاصة في أول 30 دقيقة من يومك، عندما يكون عقلك لا يزال لينا وقابلا للامتصاص. لذا اختر بحكمة. بدلا من تصفح الخوف والمشتتات، اقرأ صفحة واحدة من كتاب مؤثر. استمع ل5 دقائق من بودكاست تحفيزي. شاهد شيئا يملأ روحك وليس فقط جدولك الزمني. لست بحاجة إلى ساعة، أنت بحاجة إلى لحظة ذات هدف. دع أول شيء يستهلكه عقلك يكون شيئا يقول لك: أنت تنمو، أنت تشفى، أنت تتقدم للأمام. لأن هذه هي الطريقة التي نشكل بها عالمنا الداخلي، وحياتنا الخارجية تتبعه. أفكار أخيرة: هذه العادات لن تغير حياتك بين عشية وضحاها، لكن مع مرور الوقت ستشكل شخصيتك. لأن التحول الحقيقي لا يأتي من خطوات كبيرة ومفاجئة، بل يأتي من لحظات صغيرة ومستمرة تتكرر بنية وهدف. يأتي من طريقة تصرفك عندما لا يراك أحد، من طريقة حديثك مع نفسك قبل أن يتحدث إليك العالم، من اختيارك أن تبدأ كل يوم ليس عن طريق الصدفة بل عن قصد. لست بحاجة إلى صباح مثالي، بل تحتاج فقط إلى صباح ذي معنى. لذا غدا عندما تشرق الشمس، اسأل نفسك: من أختار أن أكون اليوم؟ ثم دع صباحك يجيب على السؤال بالفعل وليس بالكلمات فقط.